المسلة، منطقة المسلة. من الداخل المنطقة الأثرية، وهم المفروض يعني هيئة وزارة الآثار يكون لها تدخل فيما يحدث من تعديات بالخارج ومن إساءة للمظهر الخارجي في المسلة من الخارج. والله أنا حزينة جدا يعني. دي يا أستاذة هتحكي أجيب بس نركز في حاجة. المباني اللي في الخارج هتحجبها طبعا كمية الزبالة اللي موجودة، والماعز ترتع، الجراشات ملاعب كرة. الحقيقة يعني إن أنا شايفة إن ديت جريمة كبيرة جدا في حق مصر، إن هذه المنطقة اللي كان بيها جامعة أون القديمة أقدم جامعة في التاريخ، إن هي تكون بهذا الشكل. هذه التعديات، المفروض الأرض دي كلها أرض آثار تحولت إلى مقالب للقمامة وتحولت إلى مساكن. أنا مش عارفة يعني لصالح مين يسيبوا المنطقة بهذا الشكل. المفروض في وزارة للآثار كبيرة عريضة طويلة. المنطقة هيك كده عشان بس محدش يقول إن إحنا بنجيب مكان تاني، لكن أهي المنطقة هي نفسها المسلة، وهي المسلة جوه هما بس محاطة بسور. المفروض تفتيش المطرية أو عين شمس عامله من الداخل وخلاص على كده. منطقة المسلة الداخل. أستاذ سراج الدين البهنساوي، باعتبار حضرتك جيولوجي، المكان هنا في امتداد المسلة المفروض حرم منطقة المسلة بكل ما فيه من أشياء تثير الحزن، يعني تحول لمقلب للقمامة ومرتع. لكن النباشين أو اللي هم بيفهموا إن هذه المناطق مناطق أثرية بيعملوا حفائر باستمرار. ده احنا في مربع واحد يا أستاذة، احنا في مربع واحد في حوالي السور، فما بالك بالحيز ده اللي فيه أكتر من حوالي 150 فدان مربع. 150 فدان دي اللي استغلت من الناس، اللي بنى العشش، اللي بنى جراشات، اللي بنى اي حاجه. في 90% ممكن يكون لاقي حفريات زي دي اكتر. طب المكان ده حتى بيفكرني الاقرب المكان ده للمسله او المكان السياحي. فالميه على عمق متر، على عمق متر من سطح الارض. فمعنى كده ان يكون الارض دي الميه الجوفيه دي منها رواسب كتير تمام اسفل المعبد او اسفل يعني وجود المياه الجوفيه دي ووجود مثلا الطمي ده بيدل على ان حصل فعلا نبش غير قريب جدا. الطمي باين ظاهر اهو، غير رسمي او نبش سري. فهم طلعوا الطمي ده. لا طلع الطمي ده وربما اكتشفوا اشياء. لا ممكن يكونوا اكتشفوا او ما اكتشفوش. المنطقه دي بتفكرني بالتلال الاثريه، يعني حاجات يعني ممكن تكون جدا واضح للعيان. هم استعملوا حتى بصي النوع الجرف اللي استعملوه مش يدوي، كان دلال بالحفار، لانه ده الحفر ده مش حفر يدوي. يعني بصي للشط بتاع الحفر بتلاقيه شط في غفله من المجتمع بيتم حفائر. الطينه الطمي دوت او